عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا 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 حبايب قلب سيزر. معلش انا مرهق وتعبان جدا، زي ما شفنا في البرومو بتاع القضاء على الدجال واي حد بيأذي الناس وبيعمل لهم اعمال. في ناس كتير وسطينا بتكره الخير للناس، فعلا الناس دي ما بتحبش الخير لأي حد، ويمكن كمان ما بتحبهوش لنفسها، لأن لو هي بتحبه لنفسها كانت ما فكرتش في الطريق ده، لأن ده طريق الكفر. بتلاقي ناس بتروح لدجال وممكن تتنازل عن أي حاجة حتى شرفها، لا بتصون نفسها ولا بتصون جوزها، ولو عندها أولاد ما بتصونهمش لأنه طريق كفر. أنا النهاردة موجود عشان أخليكم بإيديكم وانتوا في مكانكم ربنا يوريكم إن هو بيقضي على السحرة والدجالين، وبيقضي على أي حد ماشي في السكة دي، لأن هي سكة كفر. بس ربنا دايما بيحب إن العبد نفسه يلجأ له ويتوسل إليه ويلح عليه إن هو يبعد عنه الأذى. فادعوني أستجيب لكم، ده كلام ربنا، دايما يقول لك ادعيني وأنا أستجيب لك. أنا نفسي كنت زيكم كده، وإحنا لا نفقه شيء في الدين نهائي. الحلقة اتسجلت وهتشوفوا على الشاشة اللي المفروض تعملوه، لأنه لازم يتعمل بالترتيب. هي سورة في القرآن، أعظم سورة في القرآن، والقرآن كله عظيم، هي دي اللي فيها الشفاء وفيها الحل. السورة دي هي اللي فيها الشفاء وفيها الحل بالخطوات اللي انتوا هتشوفوها وهتسمعوها على الشاشة. أنا هبقى معاكم وانتوا تابعوا على الشاشة واسمعوا الصوت، وهاتوا ورقة وقلم واكتبوا الحاجات دي عشان تنفذوها بالحرف، علشان ربنا يكرمكم ويبعد عنكم الأذى، وهيوريكم ده بعينيكم، هتشوفوه على حياة عينيكم. تابعوا معانا الحلقة وسجلوا كل ده، ومستنيكم بعد اسبوعين 3 4 هبص على الكومنتات تحت وتقولولي بعد ما عملتوا الحاجات دي ربنا المنتقم الجبار جابلكوا حقكوا ازاي. يلا بينا نسمع. وقبل ما نسمع هقول لكم ان انا كمان زيكم هعمل الحاجات دي. قررت ان انا ابدأ معاكم، وهتلاقوني طلعت بفيديو تاني عرفتكم ربنا جاب الحق ازاي. يلا بينا شغل يا خليفة، يلا نبتدي يا سيزر. شغل الحلقة يلا. انت اللي هتقضي على الدجال، وكمان انت اللي هتقضي على اللي بيعملوا اعمال. يا رب اللهم فك سحر التعطيل عن كل متعطل عن الزواج. يا رب اللهم فك سحر التعطيل عن كل متعطل عن رجل يسعى إلى رزقه، عن كل شخص أصيب بالسحر وسبب له مرض، عن كل رجل يسعى في عمله وتعطل عن عمله. يا رب اقضي لكل مسلم حاجته. يا رب زود بنات المسلمين ووسع الرزق على عبادك الفقراء والمساكين. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، لازم نكتر من ذكر الله. السحر ده لو معمول من 100 سنة، لو معمول من 100 سنة هيتفك. لو مدفون أو معلق بالهواء أو مدفون في المقابر. السورة من القرآن الكريم مخصصة لكل من يعصي الله سبحانه وتعالى.
هذه الصورة حارقة للمس وحارقة للسحر وحارقة للحسد، أقوى سورة في القرآن، وسور القرآن كلها عظيمة، أقوى سورة لرد الظالم. السورة تعمل على تدمير أي ساحر يدمر عباد الله، أقوى سورة في إبطال السحر. لكن لابد أن تكون على يقين أن هذا الشخص أذاك، لازم تكون على يقين أن الشخص ده أذاك عشان تدعي ربنا يجيب لك حقك منه ويقضي عليه علشان مشى في طريق الكفر. أهم حاجة إن أنت ما تفتريش على أحد كذبا، ولو ما تعرفش ادعي ربنا من غير ما تفكر في شخص بعينه. أول حاجة لازم تتوضى وتتطهر وترتدي أحسن الثياب عندك، تصلي ركعتين لله خالصة، اوعى توسوس ليك نفسك بأي شيء وانت بتصلي الركعتين. اتجه للقبلة واطلب من ربنا بإلحاح انه يرفع عنك هذا الأذى وأن يقضي على حاجتك. لو حاسس انك معمول لك سحر ومس، اتوضى واتطهر واتجه للقبلة وصلي ركعتين خالصة لله. بعد كده لازم تستغفر 100 مرة. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لازم تستغفر ربنا 100 مرة. بعد كده بتصلي على سيدنا محمد، تصلي على سيدنا محمد 100 مرة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد كده لازم تتحصن بآية الكرسي، تقرأ آية الكرسي 21 مرة. لازم تقرأ آية الكرسي 21 مرة. لازم عدد القراءة ينتهي برقم فردي، ده اجتهاد متجرب واجتهاد من الصالحين. نيجي بقى لأقوى سورة حارقة للسحر والمس، أعظم سورة في القرآن، سورة الفيل. لازم تقراها 100 مرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم. سورة الفيل سورة قوية حارقة للسحر والمس، لازم تقراها 100 مرة. بعد ما تنتهي من قراءة سورة الفيل 100 مرة تقول الدعاء ده. يلا بينا. اللهم بحق هذه السورة وقدرها عندك يا الله أن ترد عني أي كيد ساحر أو تسليط أو إرسالات، ردها على فاعلها وأبطلها عني وأرني البرهان يا الله. يا رب رد كل سحر ورد كل ساحر ورد كل أذى وكل إرسالات عني يا الله، وأنت رد السحر على فاعله. اللهم رد السحر على الساحر، اللهم رد السحر على فاعله وأبطله عني وأرني البرهان يا الله بقدرتك يا الله.
بعد كده تطلب المدد من ربنا، وربنا هيوريك آية في الساحر اللي فعل العمل. ربنا هيوريك آية في الساحر أو الدجال ده واللي عمل العمل، ربنا هيرد عليه. لازم تعمل ده مرتين في الأسبوع وتنتظر البرهان من ربنا. لازم تعرف ان ربنا هيقطع رقبة الساحر او الشخص اللي اذاك. اهم حاجة تكون على يقين ان ربنا ليس بظلام للعبيد، ولكن العبيد هم من يظلمون انفسهم. لازم تعرف ان ربنا لأي حد بالمرصاد، ان ربك لبالمرصاد. تمام يا خليفة، وزي ما سمعته وزي ما عرفته كده، هو ده الحل الوحيد للقضاء على أي دجال وأي ساحر وأي حد عمل سحر أو مس أو حسد. الخطوات اللي انتوا شفتوها وسمعتوها دي لازم تتعمل بالظبط، وأنا كمان معاكوا هعملها. أنا حاسس بكل حد مر بالحاجات دي وعايشها، لأن أنا عشتها. ظلمة وكفرة ماسكين في دنيا فانية، مش دايما لحد. جهل بيخلي الناس دي في مخها زلط، مفيش فهم، عايشين زي الحيوانات، تاكلوا بس. والله العظيم لا تشوفوا جحيم ربنا على وش الارض. كل واحد زي ما سمعتوا كده ينفذ اللي سمعه ده بالظبط بالملي. ولازم الاستغفار والايات يكون رقمها فردي، ونقول الدعاء ونلح على ربنا انه يمحي عننا اي ذنوب، ونتوسل لربنا انه هو يقضي على الناس دي ويورينا البرهان، يورينا برهان فيهم. ربنا ساعتها يورينا آية في أي حد أذى حد وأي دجال. الحل في ايدينا، بس احنا اللي مش عارفينه. ادينا عرفناه. بعد 3 أسابيع من الفيديو ده ما ينزل هطلع لكم فيديو تاني واقول لكم ايه اللي حصل. ما تنسوش تكرروا الموضوع ده في الاسبوع مرتين. حبايب قلب سيزر، باذن الله اي حد مأذي او معمول له سحر او حياته متعطله باذن الله ربنا ينصره. هو ده الحل، مفيش حل غيره. حبايب قلب سيزر، استنوا الجزء التاني من الفيديو ده كمان 3 أسابيع، وان شاء الله هتشوفوا النتيجة. وانا اي حاجة هتحصل معايا هقولها لكم، لان كل حاجة ليها نهاية. انا وانتوا اللي هنحطوا النهاية. يلا سلام، واشوفكم في الجزء التاني. حبايب قلب سيزر. يا سيزر يا حاطط عالدجالين.